في سؤال نفسي كل بنت تجاوب عليه بصدق. انتي اخر مرة حسيتي انك سعيدة بجد كان امتى؟ مش ابتسمتي ولا خرجتي ولا ضحكتي مع صحابك. انا بسألك عن الاحساس الحقيقي، احساس انك راضية عن نفسك. لان ممكن تبقي بتضحكي قدام الناس وفي نفس الوقت من جواكي حاسة انك تايهة، بتقومي كل يوم تعملي نفس الحاجات لكن من غير روح. ولو ده احساسك دلوقتي كملي الفيديو للاخر، لان يمكن ده اول مرة حد يفهم فعلا انت ايه اللي بيحصلك. احنا للأسف اتعلمنا ان فقدان الشغف معناه كسل، وان عدم الاهتمام بالنفس معناه اهمال. لكن الحقيقة فقدان الشغف بيبدأ قبل ما تلاحظيه بوقت طويل. يبدأ لما تفضلي تدي وتدي وتدي لحد ما تكتشفي ان مفيش حاجة فاضلة ليكي. وده اللي حصل معايا. كنت بصحى اخلص اللي ورايا وارجع انام، لا عندي رغبة اخرج ولا اقرأ ولا ارتب ولا حتى اهتم بنفسي. لحد ما في يوم وقفت قدام المراية وسألت نفسي، هو انا فين؟ مش فين جسمي، فين البنت اللي كانت بتحلم وتتحمس وتفرح بالحاجات الصغيرة؟ ومن هنا بدأت رحلتي. اول حاجة لازم تعرفيها انك مش محتاجة تبدأي حياة جديدة، انت بس محتاجة ترجعي لنفسك. وفي فرق كبير بين الاتنين. احنا كل مرة بنتعب نقرر نغير حياتنا كلها، نكتب اهداف ونعمل جدول ونقول من بكرة هبقى انسانة جديدة. ولكن الحقيقة الانسان المرهق مش محتاج بداية جديدة، هو محتاج حضن ومحتاج راحة ومحتاج حد يقوله بالراحة مش لازم تصلحي كل حاجة النهاردة. واول خطوة عملتها ما كنتش اني نظفت البيت ولا اشتريت دفتر جديد ولا بدأت روتين. اول خطوة كانت اني سامحت نفسي. انا كنت طول الوقت بلوم نفسي، ليه اتغيرت وليه بقيت كسولة وليه ما بقيتش زي زمان. ولما بطلت الوم نفسي بدأت افهم نفسي، واكتشفت ان الانسان اللي بيمشي هو شايل جبل فوق ظهره مش محتاج حد يقوله اجري، هو محتاج الاول يشيل الجبل. واول حاجة ازاي تسامحي نفسك الاول. عارفة اكتر جملة كنت بقولها لنفسي؟ انا بقيت فاشلة. كل ما اصحى متأخرة اقول انا فاشلة، وكل ما ابص على بيتي الاقيه محتاج ترتيب اقول انا مهملة، وكل ما اشوف حد ناجح على السوشيال ميديا اقول انا متأخرة. لحد ما سألت نفسي سؤال بسيط، لو اعز صاحبة ليكي كانت بتمر بنفس اللي انتي بتمر بيه كنتي هتكلميها بنفس القسوة دي؟ وطبعا اكيد لا، كنتي هتضميها وتقوليلها بالراحة دي فترة وهتعدي. طيب ليه احنا بنعامل نفسنا بالطريقة اللي عمرنا ما هنعامل بيها اي حد بنحبه؟ واول خطوة رجعتني لنفسي اني بطلت اعتبر نفسي عدوتي، وبقيت كل يوم الصبح اقول انا مش متأخرة، انا بس تعبانة والتعب له علاج. صدقيني الكلمة اللي بتقوليها لنفسك كل يوم يا اما بتبنيكي او بتهدك. وتاني حاجة وقفي نزيف الطاقة. في ناس بتفتكر ان فقدان الشغف بيجي فجأة، ولكن الحقيقة الشغف مش بيختفي في يوم، هو بينزل نقطة نقطة. كل مرة تعملي حاجة انتي مش عايزاها عشان ترضي حد، نقطة. كل مرة تقارني نفسك بحد، نقطة. وكل ما تفتحي السوشيال ميديا وتقولي انا ليه مش زيهم، نقطة. لحد ما تصحي يوم وتلاقي الخزان فضي. انا اكتشفت ان المشكلة مش اني ما عنديش طاقة، المشكلة ان طاقتي كانت رايحة في المكان الغلط. فبدأت أسأل نفسي كل ليلة، ايه الحاجة اللي استنزفتني النهاردة؟ هل هو شخص؟ هل هي عادة؟ هل مقارنة؟ ولما عرفت الإجابة بدأت أقللها واحدة واحدة، مش مرة واحدة. وده لأن التغيير الحقيقي مش بيحصل بالاندفاع، بيحصل بالتكرار. وتالت حاجة بيتك بيحكي عن حالتك النفسية. في فترة فقدان الشغف بيتك مش بيكون السبب، بيكون النتيجة. لأنك أول ما نفسيتك تتعب أول حاجة بتسيبيها هي بيتك. الأطباق بتتراكم والهدوم تتراكم والسرير يفضل زي ما هو، وبعدين تبصي للبيت فتتخنق أكتر، فتفقدي طاقة أكتر، فتسيبيه أكتر، وتدخلي في دايرة ملهاش آخر. وده اللي حصل معايا.
لكن في يوم قلت أنا مش هنضف البيت كله، أنا هرتب ركن واحد بس، ركن القهوة، ركن الكنبة، أو ركن الكومود. ولما خلصته بصيت له وحسيت لأول مرة من فترة إن في حاجة جميلة قدامي. ومن هنا فهمت إن ترتيب البيت مش مجرد ترتيب مكان، أوقات كتير هو أول خطوة لترتيب روحك. ونيجي بقى للحاجة الرابعة، بطلي تستني الشغف وابدأي من غيره. عارفة أكبر كذبة صدقتها سنين؟ إني مستنية أصحى يوم ألاقي الشغف رجع. كنت كل يوم أقول لما أتحمس هبدأ، ولما أتحسن ههتم بنفسي، ولما نفسيتي تبقى كويسة هرجع أرتب بيتي. لكن اليوم ده عمره ما جه، لحد ما قريت جملة غيرت تفكيري كله. الشغف مش اللي بيخليك تبدأ، البداية هي اللي بترجع الشغف. ومن ساعتها فهمت إني كنت مستنية الإحساس، مع إن الإحساس بيجي بعد الحركة. ومن يومها بطلت أقول أنا هبدأ لما أتحمس، وبقيت أقول هبدأ حتى لو مش متحمسة. خرجت أمشي 10 دقايق، قريت صفحتين، ورتبت درج واحد. وعلى قد ما الخطوات كانت صغيرة، على قد ما كانت بترجع جزء مني كنت فاكرة إني فقدته. ونيجي بقى لخامس خطوة، ازاي ترجعي تهتمي بنفسك مش علشان حد، علشانك. خلينا أسألك سؤال، آخر مرة اشتريتي حاجة لنفسك من غير إحساس بالذنب كانت امتى؟ وآخر مرة عملتي كوباية قهوة وقعدتي تشربيها بهدوء؟ وآخر مرة سرحتي شعرك علشان نفسك مش علشان خارجة؟ احنا للأسف بقينا بنفتكر ان الاهتمام بالنفس رفاهية، مع انه احتياج. انا زمان كنت بحط نفسي آخر القائمة، اي حد قبلي، اي حاجة اهم مني. وده لحد ما اكتشفت ان الانسان اللي بيعيش وهو فاضي من جواه مش هيعرف يدي حد حاجة. وبدأت ارجع لنفسي بحاجات بسيطة جدا، ادهن كريم قبل النوم، اشغل موسيقى هادية وانا برتب، البس هدومي اللي بحبها حتى وانا في البيت، واقول لنفسي انا استحق اهتم بيا حتى لو مفيش حد شايفني. وساعتها فهمت ان الاهتمام بالنفس مش انانية، ده احترام. الخطوة السادسة، ما تحاوليش تبقي النسخة القديمة، ابني نسخة جديدة. وانا في بداية رحلتي كنت طول الوقت اقول انا عايزة ارجع زي زمان، ولكن بعد فترة فهمت اني مش هرجع زي زمان، لان زمان خلص، والنسخة اللي كنت عليها كانت مناسبة لمرحلة وانتهت. انت دلوقتي محتاجة تبني نسخة انضج واهدى واقرب لربنا وارحم بنفسها. ومن يوم ما بطلت اجري ورا البنت اللي كنتها، بدأت احب البنت اللي بقيتها. ولو وصلت لحد هنا فانا عايزة اقولك حاجة من قلبي، يمكن النهاردة مش هو اليوم اللي هتتغير في حياتك كلها، لكن ممكن يكون اليوم اللي هتاخدي فيه اول خطوة. واوقات اول خطوة هي اصعب خطوة، بس هي برضو اهم خطوة. فاكتبيلي في التعليقات انا هرجع لنفسي، وده علشان يبقى وعد بينك وبين نفسك. ولو حبيتي الفيديو اعملي اشتراك في قناة بهدوء مع منى، لان رحلتنا لسه في اولها. سلام.